بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، فيديو مهم جدا يا جماعة، عايزاكم كلكم تشوفوه لآخره عشان بعد كده كفتة الحياتي تتظبط معاكم زي الكفتة بتاعت بره بالظبط. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله كفتة الحياتي، وهقول لكم ازاي تسووها بطريقة حلوة، واقول لكم ازاي تطلع معاكم بتشد. معانا دلوقتي كيلو لحمة مفرومة، انا حاطة عليها 8 كيلو ليا. الليا دي انا بشراها، كانت في الفريزر وبشراها. لو عايزه تزودي الليا لحد مثلا ربع كيلو تمام، بس كده مناسب. دي بصلايه كبيره انا مصفياها اهي من الميه خالص، ده التفل بس صفيها حلو جدا. دي من الاسرار المهمه، صفيها حلو قوي من الميه. ودي ميه البصله انا مش هرميها طبعا، اللي انا صفيتها من البصلايه. بص مطلعه ميه قد ايه، وحاطه عليها معلقه كاتشب. ومعايا كمان دلوقتي معلقه هنا، معلقه نشا. دي معلقه نشا كبيره ممسوحه، ودي معلقه بيكنج باودر صغيره. ركزوا معايا. وملح وفلفل وبهارات لحمه، ومعايا كمان بياض بيضه. ودي الستيك اللي انا هحط فيه الكفته، حطاه في الميه كده عشان ما يتحرقش مني لما اسوي. تمام. دلوقتي بقى المكونات دي كلها حطها على بعضها كده زي ما انتم شايفين. هحط البصل، تفل البصل، خلي بالكوا تفل البصل. واحط على تفل البصل ده التوابل، واقلبه كده شويه عشان البصل ياخد التوابل دي كويس قوي. يعني اول ما تحطي تفل البصل تحطي عليه هو التوابل قبل ما تحطي باقي المكونات، وتقلبيه تقليبه حلوه كده، وتحاولي كل المكونات تتجانس مع بعضها كويس قوي. وهنحط بياض بيضه، وكمان هحط معلقه بيكنج باودر على معلقه نشا ممسوحه. ما تكتريش النشا، هي معلقه ممسوحه كبيره عشان الكفته ما تلزقش معاكي. التزمي جدا بالمقادير. هنقلب بقى تقليبه حلوه جدا. كل ما تقلبي كويس والمكونات تتجانس كل ما تطلع معاكي ناجحه ان شاء الله. ولو عايزه تحطيها في الكبه في المرحله دي يبقى احسن. قلب كويس جدا. دلوقتي اهو قلبناها حلو قوي اهو. ميه البصل حطينا عليها معلقه كاتشب زي ما قلت لك، وعليها رشه فلفل. وادي شويه زيت صغننين اهم عشان ادهن ايدي وما تلزقش. ناخد الستيك ده بقى، هعمل 2 مع بعض عشان ده رفيع. هدهن ايدي زيت كده عشان الكفته ما تلزقش معايا، عشان انا حاطه فيها معلقه نشا. شايفين المكونات بقت حلوه ومتجانسه ازاي وجميله. لونها بقى فاتح شويه اللحمه لان انا حطيت عليها النشا، وحطيت عليها البيكنج باودر، والليه كمان خليتها لونها فاتح كده. تحطيها بقى على الستيك كده، تحطيها في ايدك كده الاول، وبعدين تصبعيها كده وتضغطي كويس قوي. تضغطي كده كويس عشان تمسك. طبعا الكفته الناجحه ما بتقعش من على السيخ، دي اول حاجه هتلاحظيها. ادام الكفته مظبوطه معاكي، قوامها مظبوط، عمرها خالص ما تقع من على السيخ. لكن لو فيها ميه كتير هتقع معاكي. يعني المرحله دي كده هتلاقيها بتفك معاكي وانتي بتصبعيها كده. لكن الحمد لله اهي، بصي طالعه جميله ازاي وحلوه عشان مظبوطه ان شاء الله، ومكوناتها كلها مظبوطه. تضغطي كده كويس قوي. ايوه كده. شايفين عامله ازاي؟ ما بتقعش خالص، هي ماسكه نفسها خالص اهي. انا عماله هي هز فيها جامد، الحمد لله ما بتقعش. بعد ما تصبعيها بقى تبلي ايدك كده في ميه البصل والكاتشب، وتدهنيها كده من فوق. دي بتديها لمعه وبتديها لون حلو جدا. عشان كده قلت لكم ميه البصل ما ينفعش ان احنا نرميها، هنستخدمها. شايفين حلوه ازاي؟ ما بتقعش خالص الحمد لله. هعمل كمان واحده معاكم. تبلي ايدك زيت بسيط يعني، وبعدين تضغطي ضغطه كده على ايدك، تصبعي كده. دي طبعا انا هشويها على في الفرن، على اللي هي بتاعه الجريلا دي. هوريكم دلوقتي انا هشويها ازاي بطريقه حلوه جدا وجديده وهتعجبكم. اللي ما عندهوش شوايه ممكن يعملوا بالطريقه دي بالشبكه بتاعه الفرن عادي. تضغطي كده كويس قوي. شايفين ماسكه نفسها خالص اهي. اول ما تعملي المكونات دي وتلاقيها ماسكه نفسها كده على السيخ، تعرفي انها ان شاء الله هتطلع مظبوطه معاكي جدا. قد ما وقعتش كده ولا فكت ولا حاجه. شايفين حلوه جدا اهي متجانسه. ونبلها برده كده ميه بصل عشان تديها لون وشكل ولمعه كمان. انا بقى هكمل كل الكميه دي كلها زي ما وريتكم دلوقتي، وبعدين هوريها لكم تاني. خلاص انا خلصت اهو الكميه كلها. ده كيلو لحمه مفرومه، عليه 8 كيلو ليا مفرومه.
شايفين ماسكه نفسها خالص اهي، ما بتقعش خالص الحمد لله، لازقه في الستيك. خلاص كده انا هوريكم بقى دلوقتي طريقه حلوه جدا اختراعي بقى للتسويه. بصوا بقى الطريقه دي، صينيه عاديه حاطه فيها ميه وشرايح ليمون، شرايح فلفل، وشويه فلفل اسمر كده، وحاطه عليها الشبكه بتاعت الشوايه. دي شبكه الشوايه الكهرباء، عشان اللي ما عندوش الشوايه كهرباء وحابب يعمل طريقه حلوه. وكمان هحط هنا شويه ميه بصل من اللي انا شلتهم، واقلب كده. طبعا كل الحاجات دي بقى لما بتغلي في الميه وتطلع على الكفته بتاخد ريحتها وطعمها بتبقى جميله جدا. واحط الشبكه كده، دي شبكه الشوايه يا جماعه، وادهنها كده زيت. اللي ما عندوش الشبكه دي يستخدم شبكه الفرن عادي، كلنا عندنا شبكه الفرن. ويحط تحتيها برده صينيه فيها نفس المكونات دي، بحيث اللي يقع في الايه، في الصينيه. ادهنها دهنه بسيطه كده بالزيت عشان الكفته ما تلزقش فيها، وابدا ارص عليها الكفته اللي انا صبعتها. الطريقه دي بتطلع الكفته طريه جدا عشان بتستوي على البخار. طريقه حلوه جدا، هتشوفوها في الاخر اللون هيطلع عامل ازاي. بدل ما تعملوها في الطاسه كده او في الصينيه، لا دي احسن. كل الدهون الزياده بتنزل في الميه دي، بتطلع شكلها حلو قوي زي بتاعت بره بالظبط، مش هتفرقيها عن بتاعت بره ويمكن احلى كمان. يلا بقى على الفرن على طول نسوي وهوريها لكم. وبكده خلاص طلعت من الفرن، قعدت حوالي نص ساعه. بعد كده قعدتها تحت الشوايه 5 دقايق. بس عايزه اقول لكم على حاجه، طول ما هي في الفرن كنت بجيب كده المكونات دي اللي انا كنت عاملاها في الاول، واخد كده منها وادهن الوش والفها الناحيه التانية، عشان ايه؟ تدي الشكل اللي بيلمع اللي انتوا شايفينه ده، واللون الحلو ده. شايفين طالعه جميله اهي، ولا وقعت من على السيخ ولا فكت ولا اي حاجه. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بصوا اصلا مش هتتقطع من كتر ما هي جميله، حلوه اهي، ومفرغه من جوه عشان السيخ، حتى لسه سخنه اهي كمان، بتشد جامد اهي، كاننا حاطين فيها جيلاتين بالظبط، زي الكفته اللي احنا بنجيبها من عند الحيتي. تحفه جدا يا جماعه، لازم تجربوها، جميله روعه. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. هنقدمها بقى مع بعض. وبكده خلاص غرفناها بالشكل ده. عملت جنبها سلطه الطحينه، انا كنت عاملاها قبل كده في الفيديو بتاع الكبده. عملت سلطه الطحينه بالتفصيل، شوفوها. طبعا سلطه الطحينه بتمشي جدا مع الكفته المشويه. عايزاكم يا جماعه تجربوا الكفته بالطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. وهتنسوا بقى كل مشاكل الكفته اللي كانت بتفك، واللي كانت بتقع من على السيخ، واللي كانت مش بتمط. هتنسوا بقى كل المشاكل دي ان شاء الله. بس اهم حاجه لما تجربوا الوصفه دي تمشوا على الخطوات اللي انا قلت عليها كويس، والملاحظات، تسمعوا الفيديو كله عشان تطلع معاكم كده ان شاء الله مظبوطه. وان شاء الله بعد كده يعني هتعتمدوا الطريقه دي عندكم في البيت، وهتقولوها بقى لاولادكم، وهتتوارث يعني ان شاء الله. انا طبعا ما عرفتش الطريقه دي من اول مره، حصلت معايا مشاكل كتير، بس برضو كل واحد بيتعلم. فعايزاكم الطريقه دي ان شاء الله تجربوها وتشوفوا كده بقى يعني ايه الفرق بينها وما بين الطرق التانية. انا ما حطيتش بقسماط ولا حطيت جيلاتين، انا حطيت يا دوبك بياض البيض ومعلقه النشا وعصرت البصل كويس قوي. دي الثلاث حاجات، الثلاث تكات المهمين اللي لازم تعرفيهم عشان تطلع معاكي الكفته بالشكل الجميل ده. شايفين عامله ازاي؟ وريحتها حلوه جدا. وعلى فكره طريقه التسويه اللي انا سويت بيها دي هتخلي الكفته معاكي طريه، يعني مش معنى انها كده انها ناشفه، لا طريه جدا حلوه قوي، عشان هي متسويه على البخار بتاع الميه اللي كان طالع، واخده الطراوه دي جوسي جميله جدا، واللون بتاعها حلو قوي كاننا شويناها بالظبط على الفحم. لو انت بقى عايزه تحطي قطعه فحم هنا كده في طبق صغير، تحطي عليها نقطه زيت وتغطيها بفويل تديكي طعم الشوي براحتك. بس انا بصراحه شايفاها كده جميله وريحتها حلوه ومش محتاجه حاجه خالص. اتمنى تجربوها وتدعوا لي دعوه حلوه ان شاء الله لما تعجبكم. وعجبتكم وصفتي النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وعشان خاطر الوصفه دي توصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيها، وسبسكرايب طبعا، وان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.